او مساء الورد على حسب وصول الفيديو ليك. حلقة النهاردة هتكون تكملة للحلقة اللي فاتت اللي هي عن السلطان محمد الفاتح. احنا كنا اتكلمنا عن كل حاجة عن السلطان محمد الفاتح، لكن احنا وقفنا عند فتح القسطنطينية. فالنهاردة هنتناول معركة فتح القسطنطينية. المعركة دي انا وصفها بانها كانت درعمة، لانها كانت واحدة من اقوى المعارك التاريخية في العالم. اول حاجه قبل ما نتكلم عن فتح القسطنطينيه نتكلم الاول عن القسطنطينيه نفسها، المدينه اللي قال عليها نبينا الكريم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ستفتح القسطنطينيه فنعم الامير اميرها ونعم الجيش ذلك الجيش. واتقال عليها برضو من نابليون بونابرت: اذا كان العالم كله دوله واحده فستكون القسطنطينيه عاصمتها. ليه؟ لأن القسطنطينية كان مكانها متمركز جدا، لأنها كانت بتطل شبه جزيرة بتطل على 3 بحار زي بحر مرمرة ومضيق البوسفور والقرن الذهبي. وكان مكانها رائع جدا لأنها كانت بتمتلك طلة على التجارة العالمية. فكان مكانها إنها تحاول إنها تحتل، او اللي بيمسكها بيمسك التجارة كلها. كان من اول سنة 44 هجرية وهما بيحاولوا يحاصروها عشان يمسكوها، وده كان على ايد معاوية ابن ابي سفيان لحد السلطان مراد الثاني اللي هو ابو محمد الفاتح. زي ما احنا شايفين في الصورة كده ان موقع القسطنطينية شبه جزيرة محاطة كلها باسوار عالية ارتفاعها اكتر من 20 متر. والموقع الغربي ليها ده اللي هو البري بتاعها ده 7 كيلو ونص مكون من 3 اسوار ورا بعض، ما بين كل سور والتاني 10 متر بارتفاع 20 متر على طول 7 كيلو ونص. فهي كده محاوطة من البحر الاول، وبعد كده الاسوار بتاعتها على البر، والجانب الغربي اللي هو البر الوحيد فيه 3 اسوار، وقبل ال3 اسوار كمان حافرين خندق بعرض 20 متر بعمق 10 متر وده مليان ميه. فهي كده محاطة من كل الاتجاهات بالميه بتاعتها وانها متأمنة. بل كمان ان في ظهرها اللي هي القرن الذهبي في اول الممر وفي اخر الممر سلاسل حديدية علشان دي تأمن دخول وخروج السفن اللي بيجي لها تعمل لها امدادات. يعني لو في سفينة عايزينها تخش كانوا بيرخوا السلسلة تروح جاية السفينة داخلة، لمجرد دخول السفينة يشدوا السلسلة تاني، مفيش اي سفن تقدر تعدي تاني للقرن الذهبي. فهي كده متأمنة كمان من الظهر. وعلشان تحاصر اي مدينة لازم تقطع عنها الامدادات، وكمان لازم تقطع عنها المية. لكن هتقطع المية دي على المدينة دي ازاي وهي عندها بيجي لها النهر كامل اسمه نهر ليكس؟ النهر ده من القسطنطينيين زمان من اكتر من 1000 سنة بنوا له سقف فوق النهر كله، من اول ما صب النهر لحد جوه المدينه، وردمينه بالسقف كده من فوق عشان محدش يعرف النهر دوت مكانه فين. وفي سريه تامه عن النهر بحيث ان مفيش اي حد من اللي بيحاولوا يحاصروا البلد يعرف مكان النهر او يعرف مدخله فيهم. وغير كمان النهر ده كانوا فيه مواسير بتمتد لمسافه اكتر من 100 كيلو متر لحد جبال بلغار علشان تجيب لهم الميه من هناك. فهي كده مؤمنة من ناحية الامدادات، ومؤمنة من ناحية الحروب بالاسوار، ومؤمنة كمان عليها بالمية بتاعتها سواء من نهر ليكسي او من المواسير اللي داخل لجبال البلغار. فعلشان تحاصر القسطنطينية انت محتاج ضرب كبير جدا جدا جدا. وصلنا بان من السلطان محمد الفاتح عدى على فلاد الثالث واباده خلاص، ودخل وصل لحد القسطنطينية ووصل لحد بوابة سانت روميس، وبنى الخيمة بتاعته عندها وصلى لله ركعتين علشان ربنا يساعده في فتح القسطنطينية. وبدأ بقى ان هو يوزع القادة ويوزع الجيش بتوعه قدام اسوار القسطنطينية علشان يبدأ الحصار عليها. وقبل ما يبدأ الحصار بعت رسول لقسطنطين اللي هو حاكم في القسطنطينية، كان اسمه قسطنطين الحادي عشر،
وبيأمنوا فيها على ماله وممتلكاته والمدينة لمجرد ان هو يسلم المدينة للسلطان محمد الفاتح، وعايز يفضل هو عليها تابع للسلطان محمد الفاتح ويدفع الجزية. تمام. عايز يخرج من المدينة ويروح لاخواته توماس وديمتريوس في اليونان. تمام. بل كمان عايز يخرج بممتلكاته وهو مؤمن عليها، ولو اي حد من الرعية او من الشعب عايز يخرج معاه هو مؤمن عليه. لكن هنا قسطنطين رفض وقال لمحمد الفاتح انا هحارب لحد اخر قطرة في دمائي ومش هسلمك المدينة. ومن هنا بدأت المعركة وبدأت الحصار. ادى السلطان محمد الفاتح اوامر للمدفع السلطاني اللي احنا كنا عارفين اللي هو اتبنى على ايد المهندس اوربال، والمدافع التانية ان هم يبدأوا يقصفوا اسوار القسطنطينية بشدة فظيعة. ولكن مهما اشتدت ومهما بلغت قوة ضرب المدافع، اسوار القسطنطينية ما كانتش بتتهز او بيتهدم منها اجزاء كبيرة، لان هم كانوا بيقعدوا يضربوا طول النهار وبيريحوا بقى المدافع بالليل عشان ما يحصلش فيها مشاكل او تنفجر او اي حاجة. والقسطنطينيين نفسهم بيهدوا بيرمموا الثغرات اللي حصلت من المدافع في المدينة. فانت قاعد الحال عليه اكتر من اسبوعين، دول يضربوا ودول يردوا ودول يضربوا ودول يرمموا الاسوار بتاعتهم وكأن شيئا لم يكن. وفي يوم 16/4 قرر السلطان محمد الفاتح ان هو يبدأ الاقتحام، نتيجة لان يوم 14/4 انفجر المدفع السلطاني ومات فيه جنبه المهندس اوربال اللي كان بنى المدفع ده. يوم 16/4 زي ما قلنا دخل اول هجوم على اسوار القسطنطينيه، وده كان هجوم بري، واتقابل بنار واتقابل باسهم من قبل الجنود القسطنطينيين، وكانوا بيرموا عليهم زيت مغلي وبيرموا عليهم نار الاغريقيه وبيرموا عليهم احجره كبيره جدا. وفشل الهجوم ده، فشل ومات فيه اكتر من 2000 شهيد من الدولة العثمانية. وهنا بدأت الروح المعنوية للجنود البيزنطيين انها تعلى جدا قدام الاسوار بتاعتهم، وان هم ما بقوش يخافوا من الهجوم من السلطان محمد الفاتح. وبدأ ينفذ هجوم تاني، بس كان قبل ما ينفذه حصل ان المجر نقضت المعاهدة مع الدولة العثمانية، وبدأت انها تهاجم الاراضي العثمانية علشان تشتت السلطان محمد الفاتح عن محاصرة القسطنطينية وان هو يرجع يحاربهم. وعرفوه ان اوروبا هتبعت الجيوش بتاعتها علشان تحارب الدولة العثمانية. كل ده وسائل ضغط على السلطان محمد الفاتح علشان يسيب القسطنطينية ويرجع له. وفي يوم 20/4 وصلت 4 سفن من جنوة لمضيق البوسفور عشان يخشوا القرن الذهبي، فيهم امدادات ومشحونة بالبضايع وبالادوات الحربية وبالبنادق وبالمدافع علشان يمدوا القسطنطينية. وهنا السلطان محمد الفاتح بعت لقائد البحرية العثمانية سليمان بلطة أغلو وجابه وقالها له كده على بلاطة: يا تجيب لي السفن دي يا ما تجيش. اللي هو انت تنزل، انت معاك البحرية العثمانية مكونة من 400 سفينة ودول 4 سفن، انت هتنزل قدامهم في البحر ما يعدوش منك، يا تجيب لي السفن دي يا ما تجيش. ولكن السفن اللي جايه من جنوة كانت بتتميز عن السفن العثمانيه انها كانت اكبر منها في الحجم، كبيره جدا عليها، وان الطاقم اللي على السفن اللي جايه من جنوة طاقم متمرس جدا ونظامي ومحترف، وموجود على السفن دي من قبل انشاء الاسطول البحري العثماني اصلا. فهو عنده خبره كبيره جدا في الحروب وفي المراوغه وفي الرياح وفي الكلام ده كله. وفعلا حصلت معركة عظيمة جدا ما بين ال4 سفن دول وسفن القوات البحرية العثمانية، ولكن باءت بالفشل من ناحية القوات العثمانية لأن اتدمر أكتر من 20 سفينة للسلطان محمد الفاتح، ومات فيها أكتر من 12,000 شهيد، لدرجة ان السلطان محمد الفاتح نزل في البحر نفسه وقال للسفن ان هم ما ينسحبوش ويكملوا في المعركة مهما حصل. ولكن سليمان بلطة أغلو اضطر ان هو ينسحب عشان ما يخسرش السفن بتاعته كلها. وبالفعل عدت السفن للقرن الذهبي ورفعوا لهم السلاسل ودخلت وقفلوا السلاسل وراهم، وبالفعل وصل الامدادات
للقسطنطينية. وهنا غضب جدا السلطان محمد الفاتح من سليمان أغلو، وعمل له محاكمة عسكرية في المينا وقرر بإعدامه. ولكن تواصل بعض الوزراء وبعض القادة الانكشاريين ويتكلموا مع السلطان محمد الفاتح عشان يتوسطوا له ان هو ما يعدمش الراجل، وان الراجل عمل اكتر من اللي عليه. لكن السلطان محمد الفاتح كان مصمم على اعدامه، لكن لمجرد ان هو شافه وشاف ان سليمان ده متعور في عينه، يعني عينه راحت من المعركة، وعرف ان هو كان بيحارب بنفسه في وسط المعركة، فعفى عنه وما اعدموش، ولكن عزله من منصبه. لكن فكرة ان السفن تخش للقسطنطينيين دي اديتهم برضو روح معنوية عالية على الجنود المصريين، على الجنود المسلمين. وهنا بعت قسطنطين الحادي عشر للسلطان محمد الفاتح رسول بيكلموا فيها ان هو لو عايز يرجع ويفك الحصار ويبقى فيه هدنة ما بينهم وتصالح هو ما عندوش مشكلة، ولكن السلطان محمد الفاتح رفض الفكرة ومكمل حصار. وهنا السلطان محمد الفاتح جات له فكره انا بصراحه وقفت عاجز قدامها، فكره اقل ما يقال عليها انها عبقريه، فكره مستحيله ما ينفعش تتنفذ. انا مش عارف بصراحه هو نفذها ازاي. هو امر المهندسين بتوعه وامر الجنود بتوعه ان هو عايز يعدي السفن من ممر البوسفور للقرن الذهبي من غير ما يعبروا على السلاسل. فقرر ان هو يجيب الواح خشبيه ويعمل ممر على الجبل من فوق كده، على هي طبيعه وعره على الاراضي، يبدا يحط الالواح عليها ويبدا يحط عليها زيت وشحم، ويبدا يجروا السفن من الميه على اليابسه عشان ينزلوها في القرن الذهبي. وامر المدافع انها تقعد تضرب الاسوار طول اليوم علشان ينشغلوا عن اللي بيحصل في هناك وما يشوفوهوش. وامر طبول الحرب انها تفضل تركض بصوت عالي جدا علشان برضه ما يسمعوش صوت التيران وهي بتشد السفن. وامر ان هم يقيموا نار كبيره جدا علشان تحجب الدخان بتاعها عنهم ان هم يشوفوا السفن وهي بتتنقل. ومش دي بس المعجزه اللي حصلت في الموضوع ان هو بغير ان هو نقل السفن، هو نقل 67 سفينه في ليله واحده. وده رقم قياسي مهولي، انا مش فاهم هو عملها ازاي. بس فوجئ السكان القسطنطينيين والسفن الحربيه اللي عدت لسه من جنوة بوجود الاسطول البحري داخل القرن، وابادت السفن من اولها لاخرها وحرقتها، لان هم ما كانوش مستعدين لاي معركه دلوقتي خالص. وبالفعل انتصر السلطان محمد الفاتح على السفن دي وغرقها وما خلاهمش ياخدوا الامدادات بتاعتها. ودي كانت اول نصرة للسلطان محمد الفاتح. وفي يوم 6/5 رجع المدفع العثماني اللي هو مدفع السلطاني للعمل، ولكن الله كان توفى السلطان، كان المهندس أوربال، فسموا المدفع على اسمه مدفع أوربال، ورجع للخدمة وبدأ يخش معاه. وفي يوم 7/5 قام السلطان محمد الفاتح بهجوم تاني على الأسوار القسطنطينية بالأبراج، لكن باء بالفشل لأن الأسوار كانت عالية جدا وكانوا بيحدفوا عليهم نار ونار أغريقية وزيت مغلي، والموضوع كان صعب جدا واستشهد فيه أكتر من 4000 شهيد. وفي اليوم 12/5 بعديها ب3 أيام قام بهجوم تاني، ولكن برضو قابل نفس الفشل ومات فيه أكتر من 7000 شهيد. لكن سبحان الله كان بسالة الجنود المسلمة كانت فوق الوصف، لان هم كانوا عارفين ان هم رايحين وهيترمي عليهم نار وهيترمي عليهم زيت وهيموتوا في المعركة دي، لكن ما تراجعوش وما استسلموش وكانوا بيقرروا ان هم يكملوا معاهم في المعركة. وهنا قام السلطان محمد الفاتح بتنفيذ فكرة عبقرية تانية كانت السبب التاني لفوزه في المعركة دي. السلطان محمد الفاتح عمل حاجة اسمها الجسور العائمة في القرن الذهبي، ان هو عمل جسور خشبية عائمة على المية، بدل ما يحط المدافع بعيدة عن الارض فمداها مش هيبقى كويس يعمل تأثير جامد في الحصن، لا ده حطها على المية على الكباري العايمة دهيت، فمداها كان اقوى واقرب وبدأت تعمل تأثير جامد جدا في الحصن البيزنطي. ولان المدافع اللي كانت على السفن كانت مدافع ضعيفه مش قادره انها تضرب تكسر السور نفسه. وهنا بقى تدخلت ايد ربنا في الاقدار اللي حصلت،
ان حصل شوية علامات كده كانت بتقوي روح الجندي المسلم وبتموت العزيمة وبتموت روح القتال في الجندي البيزنطي. لان في يوم 24/5 حصل خسوف للقمر في كان ليلة بدر، ولما الخسوف ده حصل على شكل هلال، والهلال ده كان شعار الدولة العثمانية. وكان في نبوءة بتقول انها هتسقط القسطنطينية لما يختفي فيها القمر في ليلة قمرية ويضيع نوره. وهنا اتهزت الروح المعنوية لأهل قسطنطينية وبدأوا يقولوا انها خلاص القسطنطينية هتقع. وفي اليوم التاني يوم 25/5 حصل ضوء احمر غريب فوق كنيسة آيا صوفيا، لدرجة ان المسلمين شافوه من على بعد 5 كيلو. وهنا السكان المحليين للقسطنطينية قالوا ان ده الملاك الحارس للمدينة اللي كان مقره ساكن في كنيسة آيا صوفيا، قرر ان هو يسيب المدينة لان المدينة هتقع وتنهار. وبدأوا يعملوا قداس لمدة 3 ساعات في الكنيسة علشان يستنجدوا بربهم ان هو يحفظ المدينة. وصحيوا في اليوم الثالث يوم 26/5 على ضباب كثيف جدا جدا جدا، لدرجة ان الانسان ما كانش قادر يشوف قدامه متر، ما كانش قادر يشوف كف ايده. وده انهك الروح المعنوية للجنود وانهك الروح المعنوية لاهل القسطنطينية نفسهم، لان هم ايقنوا ان خلاص ربهم تخلى عنهم وان هم القسطنطينية هتقع. وعلى العكس في جنود الجيش السلطان محمد الفاتح روحهم المعنوية بدأت تعلى جدا من إشارات ربنا. والسلطان محمد الفاتح أمر الجنود كلهم إن هم يصوموا في اليوم ده علشان يرفع من روحهم الدينية وروحهم المعنوية. وصرف مكافآت كبيرة جدا 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 للجنود، لدرجة إن كل المكافآت ديت كانت بتخلي الجندي بعد المعركة هيعيش في رفاهية طول حياته من كتر المكافآت اللي خدها. وعدهم ان الغنائم بتاعت البلد كلها هتتقسم على الجنود كلهم، ومش هياخد هو ولا الدولة تاخد اي حاجة غير المباني والمدينة، واي غنائم تانية هتتوزع على اسمه ده على الجنود. وقرب المدافع بتاعته زي ما احنا قلنا من ورا عند القرن الذهبي على الجسور العايمه، وقربها من قدام علشان برضو مداها يبقى اقوى ويبدا يضرب في القسطنطينيه نفسها. وفي يوم 28/5 ادى اوامر للمدافع كلها انها تفضل تضرب طول اليوم من اول اليوم لحد اخره بدون توقف، لحد لما جت اوائل الساعات الاولى في يوم 29 وبطلت المدافع تضرب. وهنا ظنوا القسطنطينيين ان هم هيرتاحوا شويه، واذا ان هم يتفاجئوا باول سرب هجوم من قوات الباش مازوك العثمانيه. ودي ما كانتش اقوى قوات في الجيش العثماني، بل بالعكس كانت ترتيبهم الثالث. وكان الاوامر اللي هم واخدينهم ان هم يهجموا هجوم قوي وشرس على البوابات القسطنطينيه ويضربوا بدون رحمه لمده 2 ساعتين متتاليين. فبالنسبه للجنود البيزنطيين اللي هم قعدوا 12 ساعه يتضرب عليهم من المدافع، بعديها كمان قعدوا يقتلوا الفرقه اللي داخله تهجم عليهم هم فايقين. بالنسبه للباش مازوك دول ان هم دخلوا وقعدوا 2 ساعتين كاملين في القتال عسكري رهيب علشان ينهكوهم على الاخر. وبعد 2 ساعتين انسحبت القوات دهيت في تمرد رائع جدا وقوه عسكريه رائعه. وبعد خروجهم على طول دخلت القوة الثانية اللي هي قوات الأناضول، ودي كانت تاني قوة جيش نظامي في الجيش العثماني، كانت قوة ضاربة وأقوى من القوة الأولانية ب100 مرة. ودخلت في قتال ضاري مع القوات البيزنطية وقتلت كتير منهم وأنهكتهم شر هزيمة، وبدأت تضرب وبدأت فعلا القوات مش قادرة ان هم يحافظوا على المدينة اكتر من كده. ودول كان دورهم برضو ان هم يحاربوا لمدة 2 ساعتين متواصلين في المعركة دهيت. وبعد ما خلصوا 2 ساعتين دول كان الفجر أذن والسلطان محمد الفاتح صلى الفجر بالجيش والكتيبة الأخيرة اللي هي الكتيبة الإنكشارية. انسحبوا القوات الأناضول من هنا، دخل السلطان محمد الفاتح بالكتيبة الانكشارية في الهجوم الثالث والأخير على كل الأبواب مرة واحدة.
ودخلوا بهجوم شرس جدا 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 لدرجه ان هم ما قدروش يستحملوا اكتر من كده، وبداوا ينهاروا فعلا، والجنود بدات تهرب من المعركه. دي الجنود البيزنطيه. وفي فرقه مكونه من 50 جندي من الجيش العثماني شافوا ثغره في باب واحد موجود اتفتح من الابواب اللي موجوده في الدوله البيزنطيه في مدينه القسطنطينيه. ففعلا كسروا الباب ودخلوا واستباحوا كل اللي موجودين هناك وقتلوهم عن بكرة ابيهم، ومات منهم اكتر من 20 مقاتل. لكن المقاتل اللي اسمه اتسطر في التاريخ هو حسن الألوبطلي، هو اللي كان معاه الرايه العثمانيه، وهو اول واحد زرع الرايه العثمانيه فوق اول برج في اسوار القسطنطينيه. اول الجنود البيزنطيين ما شافوا العلم العثماني فوق ادركوا ان خلاص القسطنطينيه وقعت، وبداوا في الانهزام وبداوا في الفرار. وهنا السلطان وهنا القسطنطين نفسه نزل المعركة بنفسه علشان يحارب ويقوي الجنود، لكن هم كانوا بيهربوا ومش قادرين يكملوا، واتقتل قسطنطين الحادي عشر في المعركة نفسها. ودخل السلطان محمد الفاتح بعد ما وقعت المدينة كلها في ايده، والجنود استسلموا، والجنود وقفت الحرب ودخل المدينة. واول حاجة عملها قال للجنود بتوعه ان هو ما يقتلوش مدني، ما يقطعوش شجره، ما يقتلوش طفل، ما يقتلوش امراه، وامن الناس على نفسهم. قال لهم اي واحد يخش دار عباده هو امن، اي واحد يخش بيته هو امن. وحرج على الجنود ان هم يضربوا او يقتلوا اي حد مسالم. وصل لكنيسه ايا صوفيا ودخل، كان العصر قدم ساعتها، دخل وصلى فيها العصر في كنيسه ايا صوفيا، وحولها من كنيسه ايا صوفيا لمسجد، وسمى مدينة القسطنطينية لمدينة اسلامبول اللي هي مدينة الاسلام اللي هي دلوقتي اسطنبول. علشان بعديها ب1000 سنة يجي كمال اتاتورك يحول تاني الجامع ايا صوفيا لكنيسة ايا صوفيا، ولكن رجب طيب اردوغان يرجع تاني يحولها مؤخرا من سنة او من سنتين لمسجد ايا صوفيا، وتفضل زي ما هي مسجد ايا صوفيا عاصمة الدولة التركية. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة من معركة رائعة أنا بسميها واحدة من أجمد المعارك اللي حصلت في التاريخ الإسلامي. ولو حد عنده أي حاجة عايز يتكلم فيها أنا تحت أمركم في الكومنتات، وبشكركم جدا 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 على الكومنتات والدعم الجميل اللي أنا بقابله منكم، ويا رب دايما أشوفكم دايما على خير. وبس كده يا سيدي، أشوفكم على خير دايما. سلام.